السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناة المعلومات والحصريات يوميات عماد وداليا. أنا في الفيديو ده عايز أوضح حاجة، لأن أنا كده بمرض الله صبري نفذ. تمام. أولا أنا أكتر واحد دخلت ولبيت المعوقين قبل أي حاجة بتحصل. اللجان الطبية لما شدت في درجات القبول، انا نزلت فيديو وضحت للناس يا جماعه خدوا بالكم، دلوقتي النجاح هيبقى صعب الفتره الجايه. تمام. فتعاملوا مع حد فاهم. تتعامل بقى معايا، تتعامل بره، انت حر، انا مش هجبرك. تمام. زي ما انت برضو كده، معلش حجزت بره ما تجبرنيش ان انا اتعامل معاك، برضو انا كمان حر. ونزلت برضو فيديوهات بعد كده نبهت فيها يا جماعه خدوا بالكم من موضوع كارت الخدمات، اللي كارته هينتهي معاشه هيتقطع. تمام. ووضحت برضو النجاح في كارت الخدمات هيبقى صعب، وبينت الدليل على كلامي ان كروت الخدمات الاول كانت كلها لونها ازرق، بعد كده بقى في كذا لون للكارت، والكذا لون دوت على حسب درجة الاعاقة. تمام. يعني مثلا واحد كارت الخدمات بتاعه لونه ازرق، طالما الحالة مطابقة للتقرير الطبي ومتأكد وجود اعاقة شديدة، الكارت بتاعه هيطلع ازرق. لو الاعاقة متوسطة، الكارت بتاعه هيطلع اخضر، ودوت ما بينه وبين اللي كارت هيطلع لونه فستقي، ده في الاغلب هيسقط. تمام. وبرضه وضحت لكم ان انا راجل خدوم، بس معلش انا عندي مكتب وعندي بيت، مش هصرف على الناس من جيبي. تمام. قلت يا جماعه اللي يحجز عندي تحت امر اخدمه على قد ما اقدر بمرض الله باي معلومه من عندي. ووضحت ان انا ولا بنجح بفلوس ولا ببسايط ولا بمعارف. تمام. ووضحت للناس اللي بتخش يتصل عليها على الفيسبوك، وقلت لكم اللي يقول لك احجز لك خش صفحته، شوف منشوراته، شوف التعليقات على منشوراته، شوف الناس بتقول عليه ايه. تمام. وبرضه نبهت ووضحت خدوا بالكم لما تيجي هناك عند المجالس مالكش دعوه باي حد في الشارع. الملف ابو 50 هياخد منك في 100، بل بالعكس حاول يشتغلك. هقول لك يا باشا انت كده هتخش متاخر، طب هدخلك بدري، يقوم لاقف منك 300 400 جنيه. اذا فانا بقدم خدمات جميله للناس اهو، ما اخشش بقى الاقي واحد ما يسواش 3 بصله زي واحد اسمه مصطفى علي، واحد اسمه محمد شهاب، ولا مش عارف شعبان لا مصطفى شعبان، محمد شعبان. تمام. ابص الاقيه داخل يغلط فيا ويقول ان انا نصاب. اولا الناس اللي بتخش تغلط فيا ديت انا عارف هي بتغلط ليه، لان انا نظامي نظام مقفول، انا نظام انجليزي، ولا عايز احبك ولا عايزك تحبني، انا عايز اخد حقي واديك حقك. تمام. الناس دي اصلا الناس دي حاجزه مع نفسها. تمام. انا عندي مبدأ في شغلي، طالما انا بساعدك يبقى على الاقل اخد حق الحجز، لان عيب ان انا ابيع لك المعلومه بفلوس لو انت حاجز مع نفسك. انا بتكلم بالعربي اهو. العميل اللي بيحجز عندي انا بخدمه مجانا بحكم الخبره. اللي حاجز مع نفسه ولا بقعد اضيع وقت معاه على الفاضي، ولا مؤاخذه باخد منه قرشين واقول له معلومه. فالناس اللي انا برفض اساعدها دي بتبقى حاجزه مع نفسها، فبيجي بعد كده يخش يغلط. تمام. وانا قسما بجلال الله ورحمه امي وعرش الرحمن اللي هيخش يقول عليها كلمه بالله لا هيجيب كل اهله من اولهم لاخرهم لعنات بقى واللي انتوا عايزينه. انا عندي مبدأ المحترم جاذبته على دماغي من فوق، اللي هيقل ادبه ما يزعلش من الكلام. وانا ولا هسيب مصطفى علي دوت ولا هسيب محمد شعبان ده. والله
لا هجيبهم من جوه صفحاتهم بالله، وهجيب صورهم واخليهم فرجه اللي قاعد فؤاد عايز يتفرج. لكن انا ابقى بخدم الناس واتهان ليه؟ الله، لا مؤاخذه في الكلمه، انا مكتبي ده زي بيتي، انا حر ادخل اللي انا عايزه وما ادخلش اللي انا عايزه، مش هتجبرني. الله، في ايه؟ انا عايز اقول لكم يعني انا اصلا متضايق ليه؟ انا عامه من النوع اللي ما بحبش يعني اشتم حد، لكن توصل التناحه والبرود اللي انت شخص فاشل ولا مؤاخذه في الكلمه وشخص لئيم وراجل خبيث، وتقول احجز مع نفسه عشان توفر فلوس الحجز. عايز تتعبني معاك ببلاش ليه يا بابا؟ ليه؟ انا مؤاخذه ولا قلت لك هات الافات عشان انجحك، ولا قلت لك انا هجيب لك وصفه هتاخد قد كده، ولا ليه في الكلام الفارغ ده؟ فبدل ما انا اشكر الاقي قله الادب والوساخه دي. عموما انا هقولها كلمه اخيره تاني، المحترم اللي عايز يحجز معايا والله ما بتكسف، جزمته على دماغي من فوق. اما قليل الادب او اللي حاجز مع نفسه يفضل ما يخش يسالني في اي سؤال، لان انا حتى اقول لكم حاجه، انا كنت عامل حاجات كده جدعانه اللي هي المعلومات العامه، لا دي كمان انا هبطلها. حلو؟ واي معلومه الشخص عايزها بعد الحجز، حاجز مع نفسك، تحترم نفسك كده، ما تبعتليش اي سؤال. وانا يا سيدي مقدما عشان عارف قله الادب اللي هتحصل، يا عم انا ماليش لازمه وما اعرفش اي حاجه في اي حته، ولا انا فرود، واللي انت عايزين تقولوه له ماشي، بس اللي هيقول حرف غلط بالله لا اخش استف له كده، هيلاقي بكابورت طالع، هيبقى فيه بدل الادب هيبقى فيه قله ادب. فنحترم بعض ونقدر بعض. انا راجل مكتب مانيش قاعد في بيتنا. حلو؟ يعني عايز اقول لكم حاجه كمان، انا المفروض اصلا تخصصي دلوقتي ايه؟ حجز كارت خدمات، حجز كشف عربيات، اخلص لعميل الاجراء لو جوابه عدى سنه. ماشي؟ يعني بالبلد كده المفروض اصلا انا داخل ايه بالعربيات اصلا؟ العربيات تطلع ولا ما تطلعش انا داخل بيها ايه؟ ورغم كده برضو انا بتابع مع الجمارك هناك عشان اول ما العربيات تبتدي تطلع ابلغ الناس. يعني كتر خيري. في ايه؟ والله العظيم تلاته اقسم بالله. انا عايز اقول لكم انا بشوف مهازل بتحصل للمعاقين، وعلى فكره انا اصلا دماغي دي بسم الله ما شاء الله يعني بتعمل كده يحصل لوحدها. انا ما لقيتش لئيم ربنا نصره، وما لقيتش طماع ربنا نجده، وما لقيتش بني ادم زفر الا وربنا وقعه وفشل. اقسم بالله. الاغرب من ده بقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ انا عند حسن ظن عبدي بيه. اقسم بجلال الله انا على مدار 25 سنه انا اشتغلتهم دول فعلا ده اللي لاحظته. مفيش حد متوكل على الله اقسم بالله الا وربنا كرمه ونجده ونجح. والله العظيم ثلاثه. انا كان عندي عميل بيكشف في شهر 5، والله انا بساعده وانا مش متوقع اصلا ان هو ينجح. عايز اقول لكم انا فوجئت ان هو نجح. راجل طيب جدا ومؤدب جدا ومحترم جدا، لكن الناس قليلة الادب والله العظيم بشوفهم بعينيا، والله العظيم بيفشلوا فعلا. سبحان الله. الحاجة التانية، هو الادب راح فين ما بين الناس؟ بجد فين الادب؟ انا شايف الادب كده تقريبا انعدم. انا ممكن ابقى قاعد جوه مكتبي بس لو واحد دخل كده اهو ولا قال السلام عليكم ولا قال اي انا عايز اسال على كذا ارد عليه، والله بالله يديني ظهره ويمشي
من غير ما اقول شكرا او اقول سلام عليكم. الادب راح فين؟ احنا اتعلمنا زمان. انا عايز اقول لكم بجد الجيل ده، انا مش هقول الجيل ده مظلوم، لا هقول الجيل ده عبيط. ليه بقى؟ الجيل ده ماشي ورا التليفونات، عمال كل حاجه يقلدها، لكن ولا بيفكر ولا فعله دوت هيعمل ايه، اذا كان حلو او اذا كان وحش. ليه؟ فكروا شويه بجد، ولا فكروا شويه. وايه اللي حصل في الدين؟ انا مش فاهم. انا زمان اتعلمت لما باجي معدي من مكان والاقي راجل كبير ارمي عليه سلام ربنا، ماشي. شخص طلب مساعده والله بقف جنبيه. يعني عايز اقول لكم حاجه تانية. انا في البدايه قلت لكم انا فعلا شغل انجليزي، لا انجليزي قوي، يعني حقي وحقك، ولا باخد بزياده ولا باخد باقل، تمام. لكن في حاجات مواقف انسانيه دي دي انا بعملها، دي بره شغلي. يعني بص اقول لكم حاجه صغيره، بمعنى باختصار يعني انا اي حاجه بره شغلي انا عينيا الاتنين ليك، لكن شغلي ولا في عشم ولا في ود ولا في محبه، في حقي وحقك، تمام. يعني احكي لكم موقف حصل او اتنين. جت عندي عميله طيبه كده غلبانه، دي كانت من مدينه السلام. دي جت عشان تحجز. طبعا يعني انا قاعد بتكلم معاها، انا حاسس انها غلبانه قوي والله بجد، غلبانه جدا، تمام. طب يا ستي ما حدش جه معاكي ليه؟ اصل ما حدش فاضي. ماشي. طب فين رقم اهليتك او كده؟ اديتني رقم جوزها. والله العظيم بالله اتصلت بيه، اقسم بالله سبخت له. انت ايه اللي انت بتعمله ده؟ يا اخي حرام عليك. على الاقل في يوم من الايام عشت معاها ايام كويسه، ما تسيبهاش كده هي والشارع، تمام. الراجل طلع متفاهم من الموقف. اللي حصل ايه بقى؟ ان انا اصلا قبل ما اكلمه حصل حاجه غريبه شويه. الست حجزت عندي وطلعت في اتجاه الشارع بره. انا قلقان لان شايف الست ابيض خالص، ما عندهاش خباثه خالص. فقلت لها يا امي معلش بص على الست دي لحد ما تركب. فمراتي طالعه وراها لقيت الست راجعه ومعاها واحده تانيه. فبتقول لها انت موديها فين؟ بتقول لي الست الغريبه دي، بتقول لها انت رايحه بالست دي فين؟ قالت لها انت سائل ايه؟ قالت لها دي كانت لسه عندنا في المكتب. انت رايحه بيها فين؟ قالت لها اصل انا بسالها على المستشفى فواخداها عشان توديني المستشفى فين؟ طب مراتي قالت لها سيبيها. انا بقى طلعت زعلت الوليه التانيه ديت وقمت دخلت الست ديت المكتب واتصلت بقى بجوزها، وزي ما قلت لكم كده اتصلت سبخت له. حلو الكلام. المهم اتفقت معاه، قلت له دلوقتي انا هروح اركبها من جامع رابعه، تمام، وهبعت لك رقم الميكروباص على الواتس لو سمحت قبل الميكروباص تكون مستنيها هناك. ورحت وصلتها. اهو ده خير، طالما خارج من نطاق شغلي انا عينيا الاتنين ليك. ماشي. نيجي لموقف تاني برضه، راجل تاني محترم. على فكره في ناس مؤدبه اقسم بالله العظيم ثلاثه تستحق الخدمه، وانا اصلا من طبعي المؤدب والله العظيم بما يرضي الله وعلى قد ما اقدر بقف جنبيه. لكن ابيع معلومه بفلوس لا، اضيع وقت على الفاضي برضه لا، تمام. الراجل ده برضه جه حجز عندي، المفروض ان هو كان رايح نادي السكه، ماشي. بس عشان يروح نادي السكه انا عارف الطريق هناك عامل ازاي، لازم يركب ويروح هناك يعدي طريقين اللي هو يعتبر طريق النصر كمان. انا بمشي بمبدا الا جزاء الاحسان الا الاحسان، تمام. والله اقسم بالله ست مراتي في المكتب وانا قمت قايم بالعربيه، حلو. وانا كنت اعرف واحد انا اسف كان نادي المقاولين العرب، تمام. اعرف واحد في نادي المقاولين، اتصلت بيه قلت له بعد اذنك انا في واحد يعني عميل عندي واصلا جاي عندك عشان يجدد الاشتراك، فلو سمحت ادخله لحد جوه. الراجل تفضل مشكورا، حلو الكلام. لما انا وصلت هناك كلم بتوع الامن، دخلت وصلت الراجل لحد جوه لحد المكان اللي ورايا ورجعت مكتبي، ماشي. انا بس بفهمكم طبعي، انا طبعي بعيد عن شغلي انا عينيا الاتنين ليك، لكن تخش في رزقي او رزق ولادي، تمام، اخد حقي. هتيجي تقول لي ما اي حد بيحجز يا عم، وانا منعتك؟ وانا قلت لك والنبي تعالى انا مش لاقي اكل؟ انت حر، انت قادر تحجز ما تحجز يا سيدي،
انت حر، احجز زي ما انت عايز. لكن لما تيجي تقابلك عقبه ما توجعش دماغي انا بقى، ده مش اختصاصي. انا مؤاخذه في الكلمه، مش شغال شؤون اجتماعيه، وانا مش بجبرك انك تتعامل معايا. اللي شايف ان تعامله معايا مصلحه ليه، اهلا وسهلا بيه. شايف ان تعامل سعادتك مع نفسك مصلحه ليك، كمل مع نفسك بس لحد الاخر. ما تجيش تشغل دماغي بمشاكلك، انا مالي. انت لا مؤاخذه في الكلمه، ايوه بالبلد كده دلوقتي مبقاش في عيشه من غير فلوس. عندي بيتي وولادي، وعندي الجامعات بتاعت عيالي، وعندي مكتبي، وعندي عربيتي، وعندي بنزيني، وعندي فواتير السلاك هنا وفي المكتب. ايه اجيب كل ده منين؟ ايه اجيبه بالثواب والحسنات؟ هو النهارده لو الايجار اثر بقول لصاحب المكان خدوا نبي شويه ثواب وحسنات سدد بيهم الايجار؟ فوق يا جماعه. انا بس قلت اطلع اللي جوايا عشان بس ايه، نفهم بعض ونبقى مرتاحين مع بعض. طول ما انا بقول لك معلومات عامه تفيدك، فتخلي عندك ادب وتتعامل بكل ادب. لكن تيجي في المعلومات الخاصه بتاعت شغلي، لا، دي اللي حاجز عندي. انا زي ما قلت لكم كده، ولا هطلعها ببلاش حلو اضيع وقتي، ولا هطلعها كمان بفلوس. اوكي؟ كل سنه وانتم طيبين. اولا واخيرا انا اسف بمناسبه عيد المولد النبوي الشريف. يلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع السلامه.